مناسبة طيبة إن نفتكر خورس داود النبي وتأسيسه في الكنيسة، ورحلة طويلة من الحب والعطاء لربنا ولكنيسته وللناس. أصل الحدوتة بتاعت الخورس يمكن تكون بدأت في أول السبعينات. كان فصل صغير كده، كنا مجموعة من الخدام مهتمين إن احنا ندي ولادنا دروس التقوية في سن 6 ابتدائي، فبنديهم عربي وعلوم وبنديهم حساب ومواد اجتماعية. واللي كانوا بيخدموا الخدمة دي آباء هم حاليا كلهم يعني، فكان بيديهم رياضة أستاذ جورج عوض الله، ده أبونا أسانيس عوض الله في عزبة النخل، وبيديهم مواد اجتماعية أبونا واسيليدس كان اسمه رياض مزهي، وكان بيديهم عربي وعلوم مجدي عبد المسيح اللي هو ضعفي. وبعدين فاحنا دول كنا بنخدمهم في فصول مدارس الأحد، فقلنا نديهم فصول تقوية دروس، وانضم ليهم مجموعة من البنات اللي في نفس المرحلة للاستفادة. كانت دروس مجانية قبل الأسرة الثقافية ما تتكون. فأنا بحب الألحان والتسبيحة والترانيم، فكنت بعمل لهم زي فواصل كده، يقولوا ترنيمة يقولوا لحن. فلما خلصنا طب احنا عايزين نحفظ تاني وعايزين نقول. فالبداية كانت بسيطة خالص، وبعد شوية لقيت يعني العدد بدأ يزيد ويكبر، وهم حلوين وأصواتهم كويسة وبيحفظوا كويس وأدائهم جميل. نعمل حفلة ليهم بتاعة تخرجهم أو حفلات في أسر كده، فيشاركوا في حفلات الخدمة. كان ممكن يقفوا ويقولوا بعض الألحان اللي حفظوها واستلموها. احنا الملايكة فرحانين كلنا بيك يا بابا يسوع، تعالى عندنا واسكن في قلبنا يا مخلص الجموع. احنا الملايكة فرحانين كلنا بيك يا بابا يسوع، تعالى عندنا واسكن في قلبنا يا مخلص الجموع. فطبعا دي كانت البداية. لا ده احنا ألحاننا حلوة وغنية ونغماتها جميلة والمزيكا بتاعتها حلوة، فبدأنا نجيب ناس تعزف مع الفريق موسيقى، وفي نفس الوقت عملنا فصول لتعليم الموسيقى. الكلام ده مثلا في 72 حاجة زي كده. والحقيقة كانت مجموعة من الأحباء كانوا بيخدموا بقلبهم وبآلاتهم، لأن الكنيسة ما فيهاش أي دعم لهذا النشاط. أنا فاكر إنه أول مرة قالوا طب نساعد الجماعة دول، فادونا 10 جنيه علشان نعمل بيها آلات موسيقية. أول 10 جنيه دي ما جابتش حتى اكسليفون قديم يعني مدغدغ، اضطرينا إن احنا نرممه ونصلحه علشان نجيب آلات. لكن جبنا من الزملاء والأصحاب اللي معانا لسه في الكلية أو في كنايس تانية، بيجوا بآلاتهم يعلموا ويحفظوا. فإحنا دخلنا آلات كتيرة ساعتها، وكان أكورديون أستاذ من الخدام في الكنيسة الإنجيلية اسمه الأستاذ سعد وديع، وكان أخوه بيخدم معايا في الخورس في تنظيم وإدارة الخورس ومحبة. وهو طبعا كان حافظ شوية ترانيم وما عندوش فكرة عن الألحان، فحب بعض الألحان الخفيفة اللي كانوا بيقولوها وبقى يعزف معاهم الألحان البسيطة اللي اتعلمها وعلمهم يعزفوها. يمكن بدأنا بلحنين صغيرين وترنيمتين ينفعوا
هنا وهنا مفيش عليهم أي كلام. وكان الفصل مثلا بتاع الأكورديون ممكن يبقى كل تلميذ أو تلميذة ياخد الأكورديون دقيقة واحدة أو دقيقتين، مفيش عندنا آلة أو حاجة زي كده ويلف عليهم. وكان في كمان الوتريات كان عليها أستاذ جمال مينا، وده الحقيقة كان له فضل كبير على تأسيس النشاط بتاع الموسيقى والخورس والعزف في الحفلات بتاعة الخورس وتعليم ناس كتير. فكان واخد الوتريات زي العود وزي الجيتار والمندولين. وكان برضو من الإخوة اللي بيقولنا من شبرا كان إدوار حنا بالكمان بتاعه، كمان المهندس جورج كرولوس، وكل ده كانوا طلبة لسه في الجامعة وصغيرين. فكان بيجي يسلم ألحان ويعلم الألحان للخورس، وفي نفس الوقت فصل الموسيقى بينمو لحد ما بقى عندنا ممكن فريق بيعزف بآلات متنوعة. نستمع إلى كورال كنيسة القديسة بربارة بالشربية شرق السكة الحديد. كبر النشاط واتسع وبقى عندنا آلات كتيرة، وربنا بعت لنا ناس مؤمنة بالخدمة وبدأت تساهم ببعض الآلات، وعملنا حفلة كبيرة في كاتدرائية على مسرح الأنبرويس. كان في عدد موجود بيعزف وعدد من الشباب والشابات بيقول ألحان وبيرنم. كان خورس جميل قوي، ودي يمكن أول حفلة كبيرة كانت تتعمل خورس، يمكن كانت في 75 أو حاجة زي كده. وبرضو استمر النشاط، وكان الخط بتاعه الأساسي تعليم ألحان وترانيم وتلحين بعض الآيات أو بعض المزامير، وكانوا أولاد الخورس هم اللي يعني يبتكروا ويلحنوا. طبعا من خدام الخورس كان في مجموعة كبيرة زي ما قلت بعض الأسماء عشان ما ننساش حد منهم، لكن كان في معانا مثلا الأستاذ نادي كان بيعزف أورج وأكورديون، وده كفيف من الكرمة لكن مرتبط بنا، وكان بيعلم ويعزف، وده كان صديق للمعلم ماهر، والمعلم ماهر كان برضو بيساعد في كتابة السولفيج بتاع أو النوت بتاعت بعض الألحان، ونحفظها لهم سماعي كده علشان يعزفوا. وكان في برضو معانا ميس بلانش من خادمات الأنبرويس كفيفة، برضو كانت خريجة الكونسرفتوار وكانت شاطرة أوي، كانت بتعلم فلوت. أسماء كتيرة الحقيقة علمت وتعبت في التأسيس، وكمان خرج من تحت إيديهم كتير جدا من العازفين والمرنمين. هقول على سبيل المثال مثلا الدكتور كرم ملاك كان من الأطفال اللي في المزيكا بتعلموا الجيتار على يد المهندس جمال مينا. وكان في برضو أبونا موسى موريس، ماجد موريس، كان بيتعلم أورج برضو، وتعلم بعد كده بقى
يحط ألحان لترانيم أو بعض المزامير. وكان في الأستاذ جورج متري اللي مسك الخورس بعد كده في مرحلة تانية في الثمانينات. يمكن البعض يتساءل ايه سر تسمية النشاط ده باسم خورس داود النبي. اولا ليه ما نقولش كورال؟ الاتنين صح، كورس خورس الاتنين نفس المعنى، لكن كلمة خورس على طول تبين كنسية العمل واهتمامه بالألحان الكنسية والتسابيح الكنسية. واجعلني أصبح شجرة أغصانها حب فديها، أوراقها لا تنتثر مكشوفة لك يا محيها، وبدونك أنا حصى لا أقوى على رياح الحياة، فعد وبارك ثمرتي واسكن حياتي وحيها، فالمستحيل بالناس هو مستطاع بك، فعد بنورك واهدني فأشهد وأهتف لك، فالمستحيل بالناس هو مستطاع بك، فعد بنورك واهدني فأشهد وأهتف لك. أتمنى إحنا في سنة 24 يعني بعد أكتر من 50 سنة بيكون الجيل الحالي بركة، ودلوقتي الفريق ماسكه أخ أبانوب ومعاه مجموعة. أتمنى إنه يتسع النشاط ويكبر، وكمان تعليم الموسيقى مش بس علشان أنا بجيب الفريق وبعمل مزيكا خلفية مسجلة، لا، ده بيدي فرصة للابتكار وتلحين مزامير وتلحين آيات وتلحين ترانيم حلوة للكبار والصغار، ليها طعم خاص إن أنت بتجهز حاجة وبتتعب فيها تحس بيها أكتر. ربنا يبارك العمل. 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 4 3 2 3